كانت هذه هي الكيكه اللي صايبت معكم. هاكي كتجي الكراميل مع الخوخ، كيجي من الالد ما يكون. هانتوما شوفوا شحال كتجي فتيه، كتجي لذيذه لواحد الدرجه ما تصوروش. اللي عجبته الوصفه يشاهد معايا الفيديو للاخير، هو فرجه ممتعه. المرحله الاولى اللي هي ضروريه، غادي نحتاجوا واحد 2 معالق كبار نتاع السكر سنيده، غادي نديهم يطيبوا باش باش يوليو كراميل. خليت السكر تاعي كيطيب. دابا غادي نحتاج واحد الحبه تاع البيض، غير وحده، من حيت عندي المول صغيور، يعني هذا المول فيه 20 سنتيم وحتى العلاوه ماشي عالي. بسم الله. عندي هنايا ياغورت نتاع الخوخ، ضروري ما تجيبوه نتاع الخوخ، ضروري باش غدير حيت هذا الكيكه بنكهه الخوخ. راه فيه الطريفات نتاع الخوخ. ما عندكمش الياغورت نتاع الخوخ قدروا تستعملوا بالفاني، ولكن غادي تكون النتيجه احسن بالياغورت نتاع الخوخ. نفس الحكم نتاع الياغورت غادي ندير سنيده صافي هكا. اللي كيبغي الحلاوه يعمر الكاس، انا ما عمرتوش، ها هو غير هاد الشيء. عندي هنايا الحليب، نفس العلبه غادي نعبر كاس حليب. عندي هنايا نفس العلبه تاهي غادي نعبر بها الزيت، زيت المائده طبعا، هو كاس عامر، يعني غير السكر اللي قلت. هي نورمالمون اللي كيبغي الحلاوه يدير كلشي قد قد. عندي هنايا نكهه الفاني، هي عندي غبره، نتوما الا عندكم السكر ثاني ديروا. غادي نجيب الضرب اليدوي وغادي نضرب مزيان. صافي دابا ملي ضربنا الدقيق الابيض، غادي ندير العبار تاع دوك 2 كيسان. هذا الدقيق الابيض، وضروري تزيدوا واحد المعلقه نتاع دقيق الفينو، واحد المعلقه كبيره نتاع دقيق الفينو كيعطيها واحد الطراوه. انا بيان سور راني درتهم في هذه القرعه هنايا مغربلين، واحد المعلقه هكا كتجي فتيه. المهم غادي نبقى ندير نخلط ونزيد الدقيق. بقاش كل دقيق كل كيكه شحال كتكون تاع الدقيق على حسب النوعيه نتاع الدقيق. شي خطره كتكون كتشرب، وشي خطره لا. احتاجي 2 نتاع الخميرات نتاع الحلوه من فئه 7 غرام، يعني 14 غرام. ودابا غادي نبقى نخلط ونشوف الا خص الدقيق غادي نزيد. غنضم ما غنزيدش يمكن حيت الفينو كيشرب. صافي ها نخلطها، غادي نخليها جانبا. علاش قلت لكم خليوها جاريه؟ حيت داك الفينو غادي يشرب، وانا غادي عاد نخليها ترتاح شويه على ما نوجد الخوخ اللي غادي نديرو هنايا. ها هي الكراميل ديالي وجدت، غادي نحاول نكبها غير في الوسط هكا. علاش قلت لكم ضروري باش الخوخ ما يسقلكمش في الطاوه ديالكم. صافي هكا، وراسو غادي يتوزع. ملي غادي يطيب غادي يتوزع. درت غير شويه، مبغيتش نكثر. غادي ندي هاد الماء جانبا. عندي هنايا واحد الخوخه كتجي هاد الكيكه خطيره، خصوصا لمحبي الخوخ. انا كنبغي الخوخ بزاف. نقطعها هكا سنان غير رقاق. المهم جبت حبه قدتني هي هذيك، ما قدتنيش نزيد الزوجه. صافي من بعد ما قطعت الخوخ، المهم انا خليت حبه جانبا هنايا. غادي نجيب المر، راني دهنته بالزبده والدقيق مع الجناب. غادي نبدي كندير هكا، بدا كنست في الخوخ. بغيتو ديروا ورده ولا المهم شكل اللي يعجبكم. تقدروا ديروا في اي مول، ماشي شرط هذا المول هذا. كنجي حتى بداك المول الطويل اللي كنديروا فيه خبز الطوست، كتستفوا هكا الخوخ.
وكتصاوبوا الكيكه ديالكم. شفتوا هكا مزيان. غادي نحشيها هنايا باش يجي على شكل ورده. نزيد نعمر من الداخل. دابا مشيت هكا، دابا نولي هكا. زادني غير واحد الخوخه صافي. هذا نقسمها هكا على جوج باش نعمر هذا الوسط. فوالا. علاش قلت لكم ضروري ما هذا الكراميل باش الخوخ ما يلصقش، باش الخوخ منين يطيب ما يلصقش. نعاود نخلطها هكا. شفتوا كانت قبيله جاريه، دابا هو تقال شويه. علاش قلت لكم خليوه. بسم الله. نجيب واحد السباتول. هذا السباتول كتبرد الجنون كتخليش كاع في صافي. غادي نبقى نقاد بحال هكا صافي. دابا غادي نديها تطيب في الفران بارد على 150 درجه. انا الفران تاع الضو غادي نشعل عليه، نحط الكيكه ونشعل عليها 150 درجه غير من تحت. وكي طيب نشوفوها مع الجناب حمارت غادي نشعلوا عليها من فوق. دابا من بعد ما طابت الكيكه ديالي غنجيب الطبسيل اللي غادي نحط فيه. ها هي الكيكه ديالنا كتجي على هذا الشكل. كحيت شوف الوسط نتاع الطبسيل. ها هو الكيك اللي درتو معاكم، كيجي من الألد ما يكون، كيجي بنكهه الخوخ. كانت هذه هي الكيكه اللي صايبت معاكم. هاكي كتجي الكراميل مع الخوخ، كيجي من الألد ما يكون. جديده واسفنجيه. نقطع معكم واحد شويه تشوفوا. هي ما كتجيش عاليه بزاف. هانتوما تشوفوا بحال كتجي اسفنجيه. وشكرا على حسن المشاهده والتتبع، والى فيديو اخر ان شاء الله.